السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم إن شاء الله راح أسوي معكم عجينة جدا ممتازة، وراح نخبزها بالشواية الكهربائية من فيليبس. والخبيزات هذه تحشونه بأي شيء تحبونه. اللي ما عندها آلة الفيليبس ممكن تخبزه بالهوم ماستر أو بالفرن، بس لازم يكون حار جدا. والعجينة على مرحلتين. أول شيء راح نخلط هذه المقادير السائلة مع الخميرة والحليب والسكر، بعدين راح نضيف الطحين بالتدريج لين نحصل على العجينة. كوب ونصف موية طبعا دافية، بيالة زيت اللي هي استكانة، وفنجالين حليب بودرة اللي هو حليب مجفف، نصف فنجال سكر ناعم، وملعقة صغيرة بيكنج بودر، ونص ملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة خميرة. حطيت بالخلاط الموية والزيت، وراح أضيف الحليب البودرة والسكر والخميرة والبيكنج بودر والملح. واللي ما عنده خلاط ممكن على نفس الطاسة تخلط بالخفاق اليدوي، تخلطه إذا ما عندك خلاطة. بعدين راح تضيف العجين وتعجن بيده. هنا بعد ما أضفت 3 أكواب ونصف بالضبط من الطحين الكويتي، والعجينة صارت قوام مرة ممتاز. راح أخليها ساعة تخمر، وراح